السلام عليكم ورحمة الله. معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله الجو ساقع واحنا قاعدين كده متكتكين، وبما اننا قاعدين في جو ساقع فقلنا ايه نعمل حاجة حلوة كده، ايه ان شاء الله تطلع حلوة نبسطكم بيها واحنا كمان نتبسط بيها. تمام. قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي، ادعي لي دعوه حلوه من قلبك، وانزل اكتب لي كومنت حلو كده شجعني ويحفزني ويدعمني، خليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. متنساش تحط لي اللايك المتين. لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه وحط لايك برضو. تمام، اهم حاجه تحط لايك. طيب فكره فيديو النهارده باختصار هي ايه؟ لو كنا هنعمله ايه؟ والله العظيم نسيت. هنعمل كيكه الطاسه. حلو، قبل كده عملنا فيديو اللي هو بتاع البيتزا بتاعت الطاسه، والصراحه نجحت وكانت حلوه قوي. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو هيظهر عندك في الاي هنا، خش اتفرج عليه وخد لفه في القناه كده وقول لنا ايه رايك فيه. النهارده بقى كنا قاعدين كده على الفيس، يعني كنا بنخمس في التليفون انا وام مالك كده، فشوفنا فيديو حلو قوي بيعمل واحده بتعمل الكيكه في الطاسه من غير بقى ولا بيض ولا لبن. يعني في استخدام العجينه نفسها مفيش ولا بيض ولا لبن ولا سمنه تقريبا. تمام. فقلنا ليه ما نجربهاش ونشوفه، لان هي عماله تقول بقى في الفيديو ايه ان دي احلى من الجاتو، يعني الكيكه اللي هي بتعملها دي احلى من الجاتو. حلو. فاحنا قلنا نجيبوا حاجتها، وخصوصا ان حاجتها متوفره في اي بيت، ونجربها مع بعض كده وان شاء الله تطلع حلوه. ويلا بينا نبدا كده في الفيديو عشان ما نطولش عليكم، عشان انتم مش بتحبوا اللك الكتير وهي بتاخد وقت كتير. فيلا نعملها كده وان شاء الله تطلع حلوه. ولو طلعت حلوه هقول لكم عشان انتوا كمان تجربوها وتعملوها، وان شاء الله تنال اعجابكم وربنا يستر. بصوا بقى وركزوا معايا في المقادير دي كويس قوي. بص يا ست الكل، بص على الباشا اللي قاعد فاضي، انت طبعا قاعد في الساعه واخد اجازه وعلى الله حكايتك وعايز تعمل حاجه حلوه تفرح بيها بيتك عيالك ومراتك. المقادير ايه بقى؟ دي كوبايه ونص من الدقيق الابيض الفاخر. تمام. معانا مش فاخر قوي يعني نص فاخر كده. تمام. معانا معلقه من نسكافيه، بس تكون خشنه كده اللي هو النسكافيه الخشن ده. حلو. معانا معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وركز قوي على كلمه الكاكاو الخام. ربع كوبايه. ربع كوبايه من الكاكاو الخام. تمام. معانا كوبايه كبيره من السكر الابيض الناصع، اللي هو السكر مش بتاع التموين، هات من سكر من بره. لا هو بتاع التموين. ما علينا. اهم حاجه بقى واهم تركايه في الموضوع كله ده ايه ده بقى؟ ده كربوناتو بيكربوناتو او كربونات الصوديوم. تمام. هتجيبها من عند العطار، هات ب 2 جنيه، دول ب 2 جنيه بس احنا هناخد معلقه واحده بس. تمام. معانا ربع كوبايه من الزيت. حلو. تلت كوبايه من الزيت. بقول لك لما تيجي تعملي لي الفيديو بقى وخلاص انا مش لازم في صح. تلت كوبايه من الزيت، ركزوا معانا سيبوكم منها. تمام. ومعانا كوبايه ميه دافيه كده، يعني دي كوبايه الا ربع ميه دافيه. يلا بقى نبدا كده ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى كده هنبدا باول حاجه، انا همشي معاكم زي الفيديو ما قال بالظبط. طيب هنجيب كوبايه الميه كده ونفضي عليها شويه النسكافيه. حلو. ونقلبهم كده. تمام يا باشا. قلبنا كده النسكافيه ده، حطه بقى كده على جنب. بص على الباشا، حضرتك لما تيجي تبدا تعمل اي كيكه او تبدا تعمل اي حاجه هتبدا بالحاجات الجافه مع بعض، ما تغلطش الغلطات. فاكر الغلطات اللي كنا بنغلطها زمان؟ خلاص علمنا منها. تمام. هنجيب بقى الدقيق كده ونفضي الدقيق كده. حلو. بعد كده هنجيب الكاكاو، فضي الكاكاو كده. لو انا بقول حاجه غلط خليكي معايا برضه عشان وبعدين يا باشا هتقوم جاي مفضي السكر. لحد دلوقتي ماشيين خطوات بسيطه ان شاء الله مع بعضين. بعد كده هتقوم جايب معلقه البيكربونات صوديوم وتحطها عليها. حلو. لحد كده الدنيا جميله. بعد كده بقى هتجيب ذره ملح صغيره وتحطها، ودي كده ده الخليط بتاعنا. هتجيب اي حاجه كده تبدا بقى كله ناشف في ناشف اهو. هتبدا تخلطهم مع بعض كده. بس كده خلطناهم ببعض كده. الخليط بتاعنا جاهز بقى ندخل عليه بالحاجات التانية اللي معانا. يلا تعالوا كده هنجيب بقى كده النسكافيه اللي احنا عملناه. نحط النسكافيه كده. تمام. وهنحط الزيت ولا هنحط كله؟ طيب وهنحط الزيت برضو كده.
بصوا بقى، دي الخطوه دي مهمه جدا، لان الخل ده هيتفاعل مع كربونات الصوديوم وهيعليها، هيعمل غازات جوه. فاحنا ايه هنحط ايه؟ معلقه الخل دي هتتفاعل مع بيكربونات الصوديوم، هتعمل غازات هتخليها تعلى. يبقى احنا كده ما احتاجناش خميره، تمام. بيكربونات الصوديوم والخل هيقوموا بوظيفه الخميره. وبعدين بقى ايه؟ هتقلب كده. طبعا سامعين صوت التفاعلات. بصوا كده وصلنا للقوام المطلوب، وهو ده ايه؟ قوام يبقى كريمي كده. دلوقتي بقى جبنا الطاسه دي. الطاسه دي هي دي مقاس 24. معرفش. ما هي قالت لازم مقاس 24. حلو حلو. ماشي. طيب المهم دهناها بزيت. وبص بقى، او بصي، نقوم ايه، نفضي الخليط بتاعنا كده. المهم بقى هتيجوا بقى ايه، تقوم هنا. انا شفتها بتعمل كده والله، عماله تعمل كده، تمام. بس هنولع بقى النار، وبصوا النار عامله ازاي. هي النار هتفضل كده، هتستوي على النار كده. هنحطها كده ونغطيها، تمام. هنسيبها حوالي من نص ساعه ل 40 دقيقه على نفس النار دي. بعد نص ساعه هنفتحها. خليكم معايا اقول لكم تعملوا ايه. دلوقتي بقى هنحضر الصوص بتاع الشوكولاته من غير شوكولاته، تمام. ده اللي عاجبني، ان هما مبدلين كل حاجه بحاجات اوفر بكتير، تمام. واقول لكم في الاخر الفيلم ده كله اتكلف معانا كام. طيب المقادير بتاعتنا بقى عباره عن ايه؟ معلقتين كبار من الكاكاو الخام، تمام. هتجيب الخلاط، تحط معلقتين الكاكاو كده. معانا نص كوبايه سكر، تمام. هو بس عشان المج كبير فاحنا ايه مش مالينه. هتحط السكر والكاكاو كده. اخر حاجه نص كوبايه من اللبن، تمام. هنحط كده. وبعدين المفروض بقى ان احنا هنعمل ايه؟ هنشغل الخلاط عليهم واحده واحده. حلو. هنشيل بس الحته اللي من فوق دي تتشال. ومعانا ايه؟ نص كوبايه زيت. هنشغل بقى الخلاط كده واحده واحده. اهم حاجه بقى هتحط الزيت واحده واحده عشان يتقل. عارف احطه ازاي؟ ده كده شكله بقى ايه؟ بصوا بقى شبه الجيلي كده. هو ده المطلوب. بس كده احنا ظبطنا الصوص وظبطنا كل حاجه. كده بقى قعدت معانا حوالي 35 دقيقة. المفروض انتوا ما تفتحوش عليها في الفترة دي خالص عشان ما تهبطش منكم. وخلي بالكم من اللي انا بقوله لكم ده كويس جدا. تعالوا بقى كده ايه نشوفها استوت ولا لا. هتجيب شوكة كده، او هتجيب ايه، هتجيب الخلة الصغيرة وتدخلها كده في النص وتطلعها. اهم حاجة تطلع. بصوا شايفين طالعة اهي من غير اي حاجة. جرب حتة كمان اهي. بصوا طالعة من غير اي حاجة. هي كده استوت معانا وجاهزه دلوقتي. المفروض ان احنا بقى هنسيبها كده حوالي ربع ساعه تبرد، وبعدين هنيجي ايه نشوف هنعمل فيها ايه. بعد ما بردت بقى هتجيب شوكه كده وتخرمها من فوق كده. هو المفروض يعني ايه ان احنا نجيب خله، لان الشوكه دي مش نافعه. المرحله دي بقى اختياري، عايز تعملها هتطلع معاك طريه وهتطلع معاك كده ايه حلوه يعني جوسي. هنحط بقى ايه، هنسقسقها كده باللبن. هنسقسق باللبن. هي قالت كده بالظبط، هنسقسق باللبن. اخر حاجه بقى ان احنا هنجيب اللي هو صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه ده ونفضيه عليها. هنفرد بقى اللي هو الصوص اللي احنا عملناه ده، واللي هو تحسوا ان هو فعلا شوكولاته بجد. بس كده بص شكلها بقى عامل ازاي. حاجه كده تحفه ان شاء الله تطلع حلوه. عندنا بقى شوكولاته، شويه شوكولاته اللي هم مش عارف ايه، بارميسيان اسمها ايه؟ فورماسي. ايوه هي دي. طب ده شغل منحرفين قسما بالله. والله شغل ناس محترفه، مش منحرفين، محترفين. ركزوا في محترفين، ما قلتش منحرفين. بس كده ده الشكل النهائي بتاعها. دي كده تقريبا تكلفتها كانت 10 جنيه. وعلى فكره وزنها تقيل يعني، مش قليله، لا حاجه كويسه. سيبها بقى ربع ساعه كده ولا نص ساعه في التلاجة، ونيجي بقى نجربها ونقول لكم ايه رأيي فيها. طب الحمد لله سيبناها كده ايه بردت واتظبطت وكله تمام. قلنا نيجي بقى في الجو الرومانسي ده وندوقها واقول لكم رأيي بكل صراحة وبكل وضوح. تعالوا بقى ايه ندوقها سوا كده. ده شكلها كده، عايز اقول لكم شكلها اصلا تحفة. وانا بقطعها، انا مقطعها بالعافية يعني، ما كانتش عايزة تتقطع.
طريه خالص. تعالوا ندوق ونقول بسم الله. بصوا الكيكه نفسها طريه، فيها مشكله واحده بس، الصوص بتاع الشوكولاته اللي فوق طعمه مش غني كده، مش مديها قيمه حلوه. فلو عرفنا نستبدله مثلا ان احنا عملناه بدل ما نعمله بالكاكاو عملناه بشوكولاته خام، هيبقى طعمه احسن من كده بكتير. ولو بقى احسن واحسن نعمله اللي هو، فاكره اللي كنا بنعملوه في الكيك بتاع الهوهوز ده، كنا بنجيب الهوهوز ونعمله بنفس الطريقه دي بالظبط، كان بيبقى طعمه تحفه. فدي لو جربتوها بصوص شوكولاته اعلى من ده واحسن من ده هتبقى احسن بكتير، بس هي كده طعمها حلو على قد تكلفتها 10 جنيه. ودي كانت تجربتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. انا بالنسبه لي عجبتني وحلوه وجميله، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، حطوا لايك على الفيديو. مع السلامه.